مرحبا يا أبطال الصف الرابع. النهاردة هنسافر مع بعض في رحلة ممتعة داخل بلدنا الجميلة مصر، وهنشوف أماكن رائعة بتحكي حكايات من زمان، وهنعرف قد إيه بلدنا غنية بالكنوز والأسرار. في الوحدة التانية من مادة الدراسات الاجتماعية هنتعلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الآثار والسياحة في بلدنا. في الدرس الأول هنتعرف على المواقع التراثية في مصر، يعني الأماكن القديمة اللي ليها تاريخ وقيمة كبيرة. وفي الدرس الثاني هناخد جولة بين الأماكن السياحية والأثرية اللي بتيجي الناس من كل العالم عشان تزورها. أما الدرس الثالث فهيوضح لنا إزاي السياحة بتأثر على اقتصاد بلدنا وتساعدها تكبر وتتقدم. وفي الدرس الرابع هنعرف إزاي نقدر نحافظ على تراث بلدنا ونكون مسؤولين عنه. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ رحلتنا مع أول درس معانا اللي بيتكلم عن المواقع التراثية في بلدنا. وخليكم عارفين يا شطار إنه العالم بيحتفل معايا يوم 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي. هما ليه بيحتفلوا باليوم ده؟ عشان خاطر يوعوا كل دول وشعوب العالم بضرورة حماية التراث الطبيعي والثقافي. فخليكم عارفين برضو إنه مصر مليئة بمواقعها التراثية الثقافية والطبيعية الجميلة اللي موجودة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بس قبل ما نتكلم حابب نسترجع مع بعض معلوماتنا ونوضح هي مين منظمة اليونسكو، وده طبعا هنتكلم عليه في الفترة اللي جاية. منظمة اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تأسست عام 1945، وإنه من أهداف تأسيسها إن هي بتحافظ معايا على التراث الطبيعي والثقافي واستدامته في 167 دولة حول العالم من ضمنهم بلدنا مصر، وده هنتكلم عليه في نهاية الدرس بإذن الله تعالى. أول حاجة هنبدأ نتكلم عليها أنواع التراث. التراث بتاعنا هو ايه انواعه؟ انواع التراث عندي التراث الطبيعي والتراث الثقافي. اول حاجة هنبدأ نتكلم عليها دلوقتي وهي التراث الطبيعي، ولازم نعرف اول حاجة بنبدأ بيها وهو تعريف التراث الطبيعي. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي ما المقصود بالتراث الطبيعي؟ التراث الطبيعي بالراحة كده مع بعض وهنبدأ نعرفه، وهنقول هو يشمل المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالمية التي لم يتدخل الإنسان في صناعتها أو التأثير فيها. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني موقع طبيعي شكله جميل له قيمة عالمية وهنا الإنسان ما تدخلش فيه. أمال إيه؟ دي حاجة ربانية ربنا سبحانه وتعالى خلاها موجودة في البلد دي، أو إنها عدت عليها فترة زمنية خلاها تتغير من المكان أو من الشكل اللي كانت فيه الأول للشكل الحالي والآثار الحالية والشكل الطبيعي اللي احنا بنشوفه قدامنا. طيب هنا هنبدأ نتكلم مع بعض عن أماكن التراث الطبيعي. عايزين مثال كده من أمثلة الأماكن التراثية اللي موجودة عندنا في مصر. عندنا حاليا محمية اسمها محمية الغابات المتحجرة ومحمية رأس محمد، وكمان وادي الحيتان. كل الموضوع كله هنتكلم الترم ده وهنتكلم مع بعض النهاردة عن وادي الحيتان من أماكن التراث الطبيعي اللي موجود معانا في مصر. وادي الحيتان ده مكانه فين؟ فكر معايا. وادي الحيتان ده هو موجود معايا في محافظة الفيوم. محافظة مين؟ محافظة الفيوم. وادي مكانها موجود أمامكم على الخريطة. طب أنا عايز أعرف هي منطقة وادي الحيتان ديت اللي موجودة معايا في محافظة الفيوم إيه اللي موجود فيها؟ موجود فيها هياكل وعظام لحيتان ضخمة وحفريات لأسماك أخرى كانت تعيش معايا قبل 40 مليون سنة في تلك المنطقة التي كان يغطيها البحر قديما. طيب ديت بالنسبة لعظام وهياكل. طب فيها حيوانات حية موجودة؟ أيوة يا مستر، فهي فيها كائنات حية متنوعة زي الصقور والثعالب وكمان الغزلان. ده بالنسبة للتراث الطبيعي. أما بالنسبة للتراث الثقافي وعايزين نعرفه هو إيه التراث الثقافي؟ التراث الثقافي بيشمل معايا كل من واحد الصناعات والحرف التراثية، اتنين عادات وتقاليد الشعوب في المأكل والملبس وكمان الفنون الشعبية، ورقم أربعة الأماكن السياحية والأثرية ذات القيمة العظيمة مثل المعابد والأهرامات والقلاع والمساجد والكنائس.
عشان كده نسأل نفسنا سؤالين كده مع بعض. السؤال بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. واحد، تقع محمية وادي الحيتان في محافظة نقط. محافظة إيه؟ بالظبط، محافظة الفيوم. السؤال الثاني، يضم التراث الثقافي نقط ونقط. هنذكر منه اتنين بس، هقول له الصناعات والحرف التراثية، وممكن نضيف عليه كمان الفنون الشعبية. طيب السؤال الثاني، ما المقصود بالتراث الطبيعي؟ هو التراث الذي يشمل المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالمية التي لم يتدخل الإنسان في صناعتها أو التأثير فيها. نرجع لموضوعنا مرة تانية عن التراث الثقافي، وعايزين نعرف أماكن التراث الثقافي اللي موجودة في مصر. أول حاجة من أماكن التراث الثقافي آثار النوبة من أبو سمبل إلى فيلة. يضم هذا الموقع الكثير من الأماكن الأثرية، زي إيه مثلا؟ زي معبدي أبو سمبل الكبير والصغير، وإيه تاني؟ معبد إيزيس في جزيرة فيلة. طيب إيه هو دور منظمة اليونسكو في معبدي أبو سمبل ومعبد إيزيس من الغرق؟ هنا منظمة اليونسكو ساهمت في إنقاذ معبدي أبو سمبل ومعبد إيزيس من الغرق بعد بناء السد العالي، وهنا راحوا نقلوا المعابد ديت لمواقعهما الحالي اللي احنا شايفينهم قدامنا. ده أول مكان من أماكن التراث الثقافي اللي مسجلة في قائمة اليونسكو. تاني حاجة معايا من الأماكن التراث الثقافي القاهرة التاريخية، وهنا تعد مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم. عشان كده يجيني سؤال عليه ويقول لي بما تفسر ليه مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم؟ أقول له لأنها بتتميز معايا بتعدد الآثار والمباني التاريخية التي تعبر عن تاريخ القاهرة طويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية عريقة. ده بالنسبة للقاهرة التاريخية. طيب يلا بينا نتكلم على ثالث مكان من أماكن التراث الثقافي، وهي منطقة أبو مينا. منطقة أبو مينا موجودة فين؟ موجودة في الإسكندرية، وادي الإسكندرية موجودة أمامكم في الخريطة، ودي موجودة معايا بجوار مدينة برج العرب. طيب إيه تاني؟ بيرجع تاريخ المنطقة إلى فترة الحكم الروماني لمصر اللي قبل ما يجي الفتوحات الإسلامية اللي هي كانت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. اتنين، يرجع تاريخ المنطقة إلى فترة الحكم الروماني لمصر. رقم ثلاثة، أن منطقة أبو مينا تعد مزارا دينيا وأثريا، وكمان منظمة اليونسكو صنفت منطقة أبو مينا إنها منطقة مهددة بالخطر. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر منظمة اليونسكو صنفت منطقة أبو مينا منطقة مهددة بالخطر؟ هقول له إيه؟ السؤال ده مهم جدا. هقول له لأنها تعاني من خطر تآكل التربة والمباني. رابع مكان من أماكن التراث الثقافي معايا وهو دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به. هو دير سانت كاترين ده موجود فين؟ والله ده مكانه في محافظة جنوب سيناء عند سفح جبل سيناء، يعني عند قمة جبل سيناء. دير سانت كاترين ده يعتبر من أقدم الأديرة في مصر. عشان يجيني سؤال ويقول لي أكمل، يعتبر أو يعد دير نقط من أقدم الأديرة في مصر. يبقى دير مين؟ دير أيوه سانت كاترين. طيب تعالوا مع بعض كده نتكلم على جهود منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي. هنا منظمة اليونسكو بتشجع كل دول العالم على تحديد مواقع التراث الطبيعي والثقافي فيه، ثم تختار اليونسكو أماكن لتكون ضمن قائمة التراث العالمي. طب نفكر كده مع بعض، هي منظمة اليونسكو بتاخد أي مكان كده وخلاص ولا الدنيا ماشية إزاي؟ هنا يجيني سؤال يقول لي دلل أهمية دور منظمة اليونسكو. هي منظمة اليونسكو إيه دورها؟ إيه أهميتها؟ هقول لك رقم واحد، إنها بتقدم المساعدة إلى الدول. إنها رقم واحد تقدم المساعدة إلى الدول للحفاظ على المواقع التراثية المهددة بالخطر. يعني أي مكان مهدد بالخطر بتساعد الدول ديت عشان تحافظ عليها، زي ما احنا اتكلمنا على معبدي أبو سمبل اللي كانوا هيغرقوا وقدروا منظمة اليونسكو إنهم ينقلوا الأماكن ديت للمكان الحالي عشان يحموهم من الغرق. رقم اتنين من أهمية دور منظمة اليونسكو إنها تساهم في ترميم بعض المدن القديمة. طيب
نسأل نفسنا سؤال، هي أهمية قائمة التراث العالمي. احنا مش قلنا من شوية إنه منظمة اليونسكو بتشجع دول العالم إن هي تحدد مواقع التراث الطبيعي وتبدأ تشوفها عشان تضمها في قائمة التراث العالمي؟ طب عايزين نعرف إيه هي أهمية قائمة التراث العالمي. عشان كده يجيني سؤال يقول لي بما تفسر أهمية قائمة التراث العالمي؟ أقول له رقم واحد، تساعد قائمة التراث العالمي على زيادة معرفة المواطنين بالمواقع التراثية في وطنهم وحمايته والمحافظة عليه. يبقى رقم واحد، تساعد على زيادة معرفة المواطنين بالمواقع التراثية في وطنهم وحمايته والمحافظة عليه. اتنين، تشجع قائمة التراث العالمي الشعوب على على زيارة هذه المواقع، وده بيساعد على بيساعد في زيادة الدخل القومي لمين؟ للدول الخاصة بهذا التراث. يبقى تاني إنه أهمية قائمة التراث العالمي: واحد، تساعد على زيادة معرفة المواطنين بالمواقع التراثية في وطنهم وحمايته والمحافظة عليه. اثنين، تشجع الشعوب على زيارة هذه المواقع مما يساعد في زيادة الدخل القومي للدول. طيب نسأل نفسنا سؤال، هو أي موقع كده بيختاروه ولا في شروط عشان يضموه في قائمة التراث العالمي؟ لا، ليها شروط. يبقى هنا نبدأ نتكلم مع بعض إنه لازم عشان أضم منطقة طبيعية أو ثقافية لازم إنها تكون من ضمن الشروط، من شروط الانضمام لقائمة التراث العالمي. طيب إن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بتشترط على إيه؟ بتشترط إنه رقم واحد، يضم المكان مناطق طبيعية فائقة الجمال لا مثيل لا مثيل لها. اثنين، أو يعكس مراحل مهمة من التطور عبر العصور. ثلاثة، أو أن يمثل الأثر نموذجا للإبداع البشري. ونختم الدرس مع بعض بسؤالين ثلاثة أربعة كده ونحلهم مع بعض في الواجب. السؤال بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. واحد، منظمة تشجع كل دول العالم على تحديد مواقع التراث الطبيعي والثقافي. اثنين، معبد يوجد في جزيرة فيلة تم إنقاذه من الغرق من قبل منظمة اليونسكو. ثلاثة، منطقة تحتوي على هياكل وعظام لحيتان ضخمة وتقع في محافظة الفيوم. سؤال تاني بيقول لي بما تفسر أهمية قائمة التراث العالمي. اثنين، تعد مدينة القاهرة من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم. وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر إسلام أحمد في مادة الدراسات الاجتماعية. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.